ليه ساعات بتسمع القرآن وتحس إن المعاني مش واصلة لقلبك؟ مش لأن قلبك قاسي لا سمح الله، لكن لأن مخك ببساطة مش فاضي. الذاكرة اتمات على آخرها. يا مساء التمر. المعلومة النهاردة بسيطة بس خطيرة. المخ البشري عنده قدرة محدودة جدا على التحميل في نفس اللحظة. العلم بيسمي ده التشبع الذهني. الذاكرة دي هي المسؤولة عن تركيزك وفهمك وحضورك الذهني، ولما تتملي بأفكار الشغل والبيت والمصاريف والمقارنات، أي حاجة جديدة تدخل بتطلع فورا. عشان كده ممكن تصلي وبالك شارد. ده مش دايما تقصير في الإيمان، ده ساعات بيكون إنذار إن حمولتك الذهنية زادت عن حدها. رمضان مش بس شهر تزويد أفعال، رمضان هو شهر تخلية عشان تعرف تملأ قلبك بالعبادة. لما بنقول سيب الهم أو اتجنب الجدال، إحنا مش بنلغي العبادة، بالعكس إحنا بنمهد الأرض ليها، لأن تجنب الانشغال هو اللي بيساعدك على قيام مطمئن. ترك الجدال هو اللي بيفتح الطريق لقبول الصيام، وده اللي وضحه لينا النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه إن الدين يسر. ربنا بيطلب منك صدق القلب وهدوء الروح. لما بتخفف الحمولات اللي شاغله بالك، قلبك بيبدأ يسمع. ودي كانت تمرة النهارده، وكل يوم تمرة تغير الفكرة. ما تنساش تعمل لايك وشير وقول لي في الكومنتات ايه الحمولة اللي قررت تفضيها من دماغك النهارده عشان تسيب مكان لقلبك يسمع القرآن.